4 مواضع تلتزم فيهم بالصمت. قول لنفسك كده في ال4 مواضع دول: هنا الصمت أجر عليها. وهي من أرقى التصرفات من الذوق والإتيكيت إنك أنت تصمت في ال4 مواضع دول، فدنيا وآخرة أنت كسبان لو التزمت الصمت. الموضع الأول: لما حد يتكلم قدامك، اسمع، فكر في كلامه، اتعلم، ما تقاطعش. جون جوتمان ده أحد علماء النفس بيقول إن المقاطعة أثناء الحوار من سموم الحوار، يعني بتقتل الحوار، تخلي اللي قدامك يتشد. كثرة المقاطعة على فكرة بتدل على التسرع ونقصان أدب الحوار وقلة الخبرة في الحياة. وساعات لما تقاطع كتير بيبقى فرع من فروع الكبر، أكنك بتقول اللي قدامك ما عندكش حاجة مفيدة علشان أسمعك. والاستماع الجيد مع الصمت من غير مقاطعة بيدل على قمة الثقة بالنفس، بالذات لما نكون مختلفين مع بعض، كأنك بتقول كلامك ما وترنيش حتى لو مختلف مع أفكاري. الوليد بن المغيرة دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له كلام لا يقبله أي إنسان، لكن سيدنا رسول الله قاعد ساكت بيسمع. قال: يا محمد، إن كان ما تدعي من النبوة حتى تتزوج زوجناك أجمل النساء، يعني أنت بتعمل كده عشان تتجوز واحدة حلوة؟ وإن كنت تريد المال جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا، لو هم قرشين نديهم لك. بص الكلام عامل إزاي. وإن كنت تريد الملك جعلناك ملكا علينا فلا نقطع أمرا حتى نرجع إليك. لو الموضوع ده عشان تبقى أنت الرئيس يعني خلاص يا سيدي ماشي. فالنبي ساكت بيسمع، ثم قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. والنبي بيقرأ لدرجة أن الوليد بن المغيرة حط إيده على فم النبي الشريف وقال: ناشدتك الله والرحم أن تصمت. ورجع لقريش وهو متغير، قوة وثبات وإنصات وصمت من رسول الله لما حد يتكلم قدامك. غير كده كمان ان اللي بيصمت اثناء الكلام بيتعلم، لان نصف العلم صمت واستماع والنصف الاخر عمل ونشر. عشان كده لما حد يتكلم قدامك اسمع وانصت جيدا. الموضع الثاني للصمت لما ما يكونش عندك اضافة جيدة تضيفها في الموضوع، يعني مثلا اتسألت في موضوع انت ما تعرفش الاجابة، مش تخصصك، ما تتكلمش، اصمت. او عايز تقول حاجة حد قبلك قالها، اصمت. خد بالك في شهوة اسمها شهوة أنا موجود، عايز أضيف أي إضافة وخلاص، فتبدأ تقول كلام مكرر، كلام سطحي، كلام غلط في تخصص أنت مش فاهم فيه بس عشان تقول أنا موجود. وهنا لو تكلمت ولم تلتزم الصمت وما عندكش إضافة مفيدة ندمك هيبقى أكبر، لأن الندم على السكوت أهون بكتير من الندم على الكلام الغلط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في غير حاجة. على فكرة صمتك أحلى من كلامك اللي مش مفيد. لو بتبص على منظرك قدام الناس، لو كنت قاعد ساكت هيقولوا عليك يا ريته كان أضاف، كان يبقى أحسن ما يقولوا إضافاته كانت سطحية وفيها جهل. فلو ما عندكش إضافة الصمت، ده الموضع الثاني. الموضع الثالث الغضب. الإنسان لما يكون متعصب بيفقد جزء من عقله، والعقل يعني الرباط، عقال الدابة يعني رباط الدابة. العقل بيربط تصرفاتك وكلامك عن الغلط، فلما تتكلم وانت فاقد عقلك لأنك متعصب هتخسر. عشان كده يقول لك القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. فتكلم وانت متعصب هتخسر وتغلط، وبعد ما تهدى من غضبك تقول انا يا ريتني كنت سكت. عشان كده الامام الجاحظ بيقول ما اعطي عبد شرا من طلاقة لسانه مش ممسوك ومتعصب. وابن عباس وهو بيطوف قال كلمة سمعها اللي حواليه، مسك لسانه كده وقال ويحك، قل خيرا تغنم او اسكت عن شر تسلم. فلما تتعصب هنا الصمت. الموضع الرابع لو الحوار اللي حواليك فيه معصية، نكت قبيحة بتتقال ما تعلقش، حد بيغتاب حد قدامك ما تعلقش، لو مش قادر تسيب القعدة لظروف معينة ما تعلقش، وجه طبيعي مفروض كده وساكت، او تبقى جدع قوي لو دافعت عن الشخص اللي بيتم اغتيابه في القعدة بتاعتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا خد بالك من ألفاظك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني ملك يدون. والكلام في الأشياء القبيحة والبذيئة الكتير لو الواحد ما خدش باله إن ده عمل ربنا ما بيحبوش هيتكتب عليه سيئات كتير ومش واخد باله. عمر بن عبد العزيز بيقول من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه، هتتحاسب على الكلام ده.
فخد بالك قوي قوي. مش مهم سمعتك عند الخلق يبقى مش بتاع اباحه، يا بختك، لانك سمعتك عند ربنا هيبقى المؤمن. لان كل اللي فات ده الصمت لما تكون حد بيتكلم، او الصمت لما تكون ما عندكش اضافه، او الصمت لما تكون غضبان، او الصمت لما يكون في كلام قبيح حواليك، كل ده بيندرج تحت حديث العقيده المشهور: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. اللهم اجعل صمتنا ذكرى، ونطقنا ذكرى، ونظرنا لفهم العبره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى كده يا اخواتي نتشجع ونستعد بقى، خلاص رمضان باقي كام يوم وهيجي. نستعد كده نوضب المطبخ ونغسل بقى البوتاجاز والشفاط برضو، يلا كده ننزله ونغسله. اي حاجة صعبة في شغل المطبخ نغسلها دلوقتي قبل ما ندخل رمضان، عشان يبقى الشغل كده سهل في رمضان وما نتعبش، وعشان نفيد للصيام وقراءة القرآن، نعمل كل حاجتنا من قبل رمضان. زي اي حاجة صعبة بتاخد مننا وقت في المطبخ. في بداية الفيديو اهم حاجة ما ننساش نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وما ننساش ندعي كمان لاخواتنا في فلسطين والسودان، ربنا ينصرهم ان شاء الله ويقف معاهم. انا ابتديت بالفيديو بقى كان في شوية مواعين، ابتديت بالحاجات الكبيرة اللي كانت واخدة مكان في المطبخ، وبعد كده جبت سلكة نظيفة وغسلت الحاجات الصغيرة. خلصت كده روقت المطبخ. نختار يعني الشغل بتاع المطبخ، الحاجات الصعبة اللي بتبقى في المطبخ زي البوتاجاز والفرن والشفاط والحاجات اللي بتاخد مننا مجهود كتير، نعملها في يوم ما يكونش معانا تحضير غدا، ويكون عندنا يعني أكل مثلا من امبارح على التسخين على طول، عشان ما نتلخمش نجهز أكل وفي نفس الوقت ننظف في المطبخ ونغسل وكده، فاهميني؟ بس انا اخترت يوم ما كانش معايا في اي حاجه، فاستلمت بقى كده بعد ما خلصت المواعين، استلمت البوتاجاز فككته حته حته. غسلت كده السطوح من فوق، السطح بتاع البوتاجاز، العيون دي بتتفك لو حاساها ما اتغسلتش معاكي كويس او عليها كميه دهون، بتضغط كده ضغطه لجوا وبتتفك. ده لو بوتاجازك يعني نفس بوتاجازي انا نوعه فريش. وهي عامة لو ما تفكتش برضو، لو عليها شوية دهون بسيطة بتتغسل كده عادي من فوق وبتنضف بتبقى فلة. لو عندك سترس، لو عندك الدهون كتيرة على سطح البوتاجاز او في الفرن من جوه وعندك الدهون كتيرة، ممكن تحطي سترس او باور، بينضف وبيسهل عليكي الدعكان بتاع البوتاجاز. شايفين الزيك ده اللي بين المفاتيح وبين السطح بتاع البوتاجاز بيبقى فيه دهون داخله كده لجوه ورخمة معانا في الغسيل، فنجيب اي عصاير رفيعة نطلعها كده لجوه وندلع كل الدهون اللي من جوه. دي حاجات ما بنغسلهاش على طول، اللي هي يعني الخط اللي بيبقى كده بين المفاتيح والسطح البوتاجاز. غسلت كده سطح البوتاجاز من فوق ولمحته ونضفت. اكتر حاجة تخلي معاك البوتاجاز بيلمع المناديل بعد ما بتنشفيه، يعني بعد ما تغسلي البوتاجاز وتنشفيه بالفوطة وكده، تجي بقى تعيدي عليه بالمناديل المطبخ، بيخلي البوتاجاز معاكي بيلمع، ما بيخليش المية تبقى معلمة معاكي في البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بس انا غسلت العيون، حطيت شوية خل وكربونات وغسلتهم كويس خالص ونطفوا معايا بسهولة. اي حاجة عليها دهون زيادة هتحطي منها من الخليط ده. وكمان هتحطي على الشبكة وساجة الفرن وكل حاجة يعني في الفرن بتبقى عليها كمية دهون صعبة معاكي وهتتعبك في غسيل العيون وكده. انا سبتهم نجحتهم وسبتهم، والشبكة قلت اغسلها هي الاول لان سهلة شوية في الغسيل. برضو لو في شوية دهون طبعا عليها بتبقى عليها دهون، شغلت كده المية السخنة قلت امشيها كده عليها وفضلت بقى ادعك بيها كده بالسلكة ونطفت الحمد لله وبكت فلة. لو وصلت لغاية هنا بقى ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي تنزلي تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس واكتبي لي كومنتات حلوة وقولي لي رايك في الفيديو ايه. ما تنسوش يا جماعة تحطوا اللايك
عشان نرفع الفيديو ويوصل لأكبر عدد إن شاء الله. واللايك ده بيفرحني جدا، بعرف ان هو الفيديو عجبك، وكمان بيشجعني ان انا اصور فيديو تاني. فأهم حاجة ما ننساش نحط اللايك. بس شايفين نطفت بكل سهولة لما سبناها في الكرنات والخل والصابون. وممكن تحطي كمان بيكنج باودر عليها وتدعكيها كده. لما ايدك بتبقى اول باول في الحاجة بتنضف بسهولة وفي نفس الوقت ما بتتعبكيشي. انما لو سبتي الدهون تتراكم عليكي فيها فترة بتاخد مجهود معاكي شوية وبتغلبك. ممكن تجيبي زي ما قلت لك في الاول اي نوع منظف للبوتاجاز، هنضف معاكي البوتاجاز بسهولة. بس كده انا خلصت العيون والشبكة والمفاتيح والبوتاجاز من فوق كله، خلصت كله. يلا بقى كده ندخل للجزء الصعب اللي بيبقى في البوتاجاز، اللي بنعمله كل شهر ولا 2 وبيعتبر كل فترة، فبياخد مننا وقت. وفي نفس الوقت نعمل الحاجات الصعبة دي قبل رمضان، علشان نفيق بقى نحضر الأكل على طول، ما نفضلش ندعك في رمضان والكلام ده، ونفيق للصيام وقراءة القرآن وكده. فأنا قلت هفك البوتاجاز كله كده واغسله حتة حتة عشان ينضف كده، وافضل وانا بشتغل على البوتاجاز افضل كده واقفة وانا مرتاحة، وفي نفس الوقت ما يعطلنيش على شغل الاكل في رمضان وكده. طلعت اول حاجة الصاجة دي، غسلتها. الصاجة دي بتبقى فيها حاجات كده محروقة كده من فوق، وبتفضل لازقة فيها مثلا نقطة بشاميل او مثلا نقطة بشاميل او اي حاجة صلصة مثلا كده، طاجن مثلا بامية ووقعت منه كده شوية نقطة صلصة ولا اي حاجة، ونتلهي ان احنا ننساها نقول نطلعها او كده، وفي نفس الوقت بتلزق. لما نيجي نسخن بقى الفرن التانية مثلا نعمل اي اكلة ونيجي نشغل الفرن تاني، بتكون الحاجة لزقت فيها وخلاص واتحرقت ومسكت في الصاجة. فالحاجات دي بتتراكم وبتيجي تغلبنا بعدين. انا طلعت بقى كده الصاجة، حطيت عليها مية سخنة من الحنفية كده، بس مية سخنة بتغلي من الحنفية، وحطيتها كده على الصاجة، وقلت اي حاجة تطلع وفي نفس الوقت يظهر لي اللي لازق في الصاجة واللي نضف. بس جبت بقى شوية بريل وسلكة ودعكتها كده من فوق ومن تحت. ونيجي بقى اكتر حاجة بتغلبنا في البوتاجاز والمطبخ عامة، اللي هي الشبكة دي. الشبكة دي لما بتاخد وقت ما بتتغسلش، الدهون الصفرا دي بتتحول لسواد كده في كشر، مش بيطلع ابدا الا بصعوبة. انا بحاول على قد ما اقدر كل شهر كده او فترة، يعني شهر شهر ونص، اطلعها اغسلها. يوم يكون فاضي كده مش ورايا اي حاجة، ولا في المطبخ ولا في البيت، مخلصة كل حاجة في المطبخ، اجي مطلعاهم من الدحكة كده وادخلهم في الفرن تاني علشان ما يغلبنيش في الغسيل. والجزازة دي جزازة الباب، فكيتها كده زي ما شفتوا بالمفك. واهم حاجة يخلي بالنا لو ايدينا فيها صابون ننشفها كويس عشان ما تزحلقش مننا ويعني لا قدر الله تتكسر او اي حاجة، فنمسكها كويس او نمسكها بفوطة بعد ما نفكها. بس برضو فتحت المية السخنة مشيتها عليها كلها عشان تسهل عليا الدهون تطلع. وبرضو جبت سلكة وشوية صابون ودعكتها كده من الناحيتين، ودعكتها كده من فوق وقلبتها ودعكتها من الناحية التانية. هنا ابني كان بيقول لكم حطوا لايك، حطوا لايك يا جماعة. لما تشوفوا الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك عشان اعرف ان الفيديو عجبكم. وما تنسوش كمان لو لسه ما اشتركتيش عندي في القناة انزلي اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس، ان شاء الله القناة تعجبك وهتلاقي كل حاجة فيها من روتينات وطبخ وصفات وحاجات حلوة، وان شاء الله هتعجبك. بس كده نيجي بقى لظهرية البوتاجاز. غسلت بقى الحيطان بتاعت الفرن من جوه والظهرية. انا طبعا مرضيش اصورها لكم لان لقيت نفسي مدارية الكاميرا ما شاء الله عليا ومفيش اي حاجة باينة،
فكل الجزء ده انا غسلته كده بالسلكة من جوا ونشفته بقماشة، والارضية برضو اللي بتبقى تحت الصاجة من تحت غسلتها كده ومسحتها بقماشة، الحمد لله نطفت وبقيت فلة. يلا بقى انا عايزاكي بعد ما تتفرجي على الفيديو ده تدخلي على المطبخ بتاعك وتشوفي ايه اكتر جزء في المطبخ متبهدل وعايز عندك مجهود وهياخد منك وقت، فتشتغلي فيه بقى من دلوقتي. تشغلي تليفونك، تشغلي الصورة اللي انت بتحبيها وتشغليه كده جنبك كده وتخلصي اي حاجة في المطبخ مضايقاكي. الشفاط مثلا عليه شوية دهون لازم يتغسل، البوتاجاز، الظرف مكركبة او اي حاجة تطلعيها وتغسليها. الشاطر بقى يقول لي انا هنا كنت بعمل لكم ايه في المراية. خلصت بقى البوتاجاز من فوق ومن جوا وخلصنا الفرن. نيجي بقى للبوتاجاز من برا اللي هو جناب البوتاجاز، الناحية اللي على اليمين والناحية اللي على الشمال. نيجي بقى بتبقى عليها برضو كمية دهون فظيعة. نيجي بقى نجيب سلكة برضو شوية بريل وندعك بقى فوق تحت ونجيب بقى قماشة سخنة ونمشيها عليها او شوية مية سخنين ونمشيها علينا عشان تساعد كده ان المية السخنة مع الدهون تساعد ان الدهون تسيح كده وتطلع معانا وتنضف. يعني انا بصراحة بحب اعتمد على المية السخنة طول ما انا ما عنديش اي منظف زي سترس او اي نوع منظف. غسلت قبل كده معاكم، عملت بيه قبل كده من سنة او سنتين في القناة، نظفت بيه البوتاجاز والحيطان والشباك اللي ورا البوتاجاز. بصراحة سهل عليا شغل كتير ووقت كمان. بس كده جيت بعد ما خلصت الجنبين بتوع البوتاجاز غسلت الحيطان اللي ورا البوتاجاز كويس خالص ونشفتها، وكمان غسلت الأرضية اللي كانت تحت البوتاجاز ومن ورا غسلتها كويس. وبعد ما غسلت الحيطان نشفتها وجبت، كان عندي الستيكر ده متبقي عندي من بدري فطلعت كده قست كده، قلت اخليها حتة ورا البوتاجاز. قست كده المقاسات وطلعت الستيكر ولزقته، قلت عشان يدي شكل حلو وتغيير. انا ان شاء الله نفسي ان انا احط الستيكر ده على كل الحيطان بتاعت المطبخ وكمان على الرخامة اللي هي بتاعت الحوض اللي كنت بغسل عليها المواعين وكمان نفسي احط برضو ستيكر ابيض على الخشب نفسه. فادعولي كده ان شاء الله ربنا يكرم واحط الستيكر ده على كل الحيطان. الستيكر ده عايزاكي بقى اول ما لو حابة تحطيه تتفرجي على كذا فيديو بتاع الستيكر، وفي وقت كده تبقي هادية ويكون معاكي حد يساعدك. ده لو انتي مش متمكنة في تركيب الستيكر. وحاولي على قد ما تقدري ان انت تطلعي كل الهواء اللي بيبقى من تحت علشان ما يفكش معاكي تاني. وما تقلقيش، انا الفيديو ده لي كذا يوم مصوراه وشغلت البوتاجاز كذا مرة، الستيكر مسحش ولا اتحرك ولا تفك من الحيطة خالص. انا متعودة عليه، انا كنت مركبة لون تاني من كام سنة لونه عسلي بس حسيته كان كاتملي معايا المطبخ لان المطبخ كله بنيات، فقلت المرة دي احط بقى الستيكر الابيض كده عشان ينور معايا المطبخ وتبقى الاضاءة حلوة في التصوير. ولقيت برضو الجزء ده كده، لقيت الحتة دي برضو قصتها كانت اخر حتة ولزقتها على الجنب ده. فانا بلزق بجيب الطرف كده وما بفكش كل الورقة اللي بتبقى في الستيكر، بشيل اول جزء بس بلزقه في الحيطة وافضل ضغطة بايد وشدة بالايد التانية. بس هنا كانت الكادر بتاع التليفون مش مظبوط كويس لان انا عندي جزء المطبخ ده في ركن كده لوحده وحتة ضيقة خالص يعني فانا مش واخدة راحتي اصلا في ان انا الزقه كويس. بس هو يعني طول ما انتي ايدك خدت عليه خلاص هو بيتلزق بكل سهولة. اهم حاجة ما تفكيش الورقة اللي في الظهرية دي مرة واحدة ابدا، دي اهم حاجة تعمليها، تفكيها بالراحة. كل ما تلزقي حتة جاية بايدك التانية تسحبي الورقة، وفي نفس الوقت عشان الهواء كله ما يدخلش ويفك لك الستيكر بتاعك. جيت بقى هنا في زي
فيشة زي ما كان فيشة كده، فانا حطيت عليه الاستيكر وجبت القطر بتاعي وقطعت الحتة اللي بندخل فيها الفيشة. وهنا في زي سلك مش عارفة بتاع الغسالة تقريبا، دخلت الاستيكر كده من تحت وقطعت حتة بالقطر ولزقتها. متخيلين لو المطبخ كله بيجي كده بالاستيكر ده هيبقى شكله حلو ازاي؟ ان شاء الله هعمله معاكم في فيديو تاني، بس يعني مش دلوقتي، ممكن في العيد او بعد العيد، مش عارفة. بس انا قلت احط الحتة دي كده مؤقتا. شايفين الشكل؟ دي كان في حتة كده صغيرة بس كانت باينة من الحيطة، قصت لها حتة ولزقتها. شايفين منظره حلو ازاي؟ الجزء ده ان شاء الله لما هبقى اجيب في اي يوم تاني زي ما قلت لكم هبقى الزقه. بس كده يلا تعالوا نرجع البوتاجاز تاني مكانه. كده انا غسلت الحيطان وغسلت البوتاجاز من جوه ومن بره والارضيه والحيطان، لزقت الاستيكر. كده انا الجزء ده خلصت منه. نيجي بقى، انا كان عندي زر في الصاله كان مغلبني خالص، كل ما اجي املاه كان يبهدل لي الدنيا. السجاد وانا عندي اطفال في البيت، فكان كل ما يجوا يشربوا منه كانوا لازم ميه تدلق في الارض، تبهدل لي الدنيا. والسجاده كانت خلاص يعني باجيلها تكه كده وهتبوظ مني بسبب الميه. فانا مكنش لاقياله مكان خالص في البيت، مش عارفه احطه فين. فكنت قلت خلاص انا هحطه في البلكونه، ده انسب مكان ليه. قلت هخليه كده مؤقتا لغايه ما اشوف له اي مكان. طلعته بقى كده ومليت. شايفين شكله حلو؟ وانا البلكونه بتاعتي صغيره يعني ما فيهاش اصلا مكان، وفي نفس الوقت احنا مش بنقعد فيها. فقلت خلاص انا هخليه هنا كده، ومليته وعبيته بالشكل ده. عايزاكم في نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك كده يلا تقومي تشجعي كده وتشوفي ايه الشغل اللي معاكي في المطبخ عايزه تخلصيه. شغلي الفيديو بتاعي بقى يا ست الكل واتفرجي عليا واعملي الحاجات اللي انا عملتها، او تشغلي سورة قرآن